أهلا بيكم سنة 6 ابتدائي، ومعانا النهاردة الدرس الأول في المفهوم الأول بعنوان الخلية كنظام. عندنا الدرس الأول بيتكلم عن الخلية وأنواعها، والخلية بتبقى فين ولازمتها ايه وكل الكلام ده. بيقول تختلف الكائنات الحية عن بعضها البعض، لكنها بتشترك في إنها مختلفة ومكونات وحدات صغيرة تسمى الخلايا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي خلية غير الخلايا التانية غير الخلايا التانية، لكنهم كلهم بيشتركوا في نفس المكون، وكلهم وحدات صغيرة بتسمى الخلايا. يعني كل خلية حجمها صغير جدا وبتسمى الخلايا. تعريف الخلية هو ايه؟ هي وحدة بناء جسم الكائن الحي، اللي هو حجم الخلية بيبقى صغير جدا. وبرضو ما ينفعش نرى بالعين المجردة بتاعتنا اللي هي العين بتاعتنا، وكمان بنحتاج لميكروسكوب عشان نراها. يعني لازم تجيب خلية كده من نباتية وتحطها على الميكروسكوب وتفحص الخلية تشوف فيها ايه بقى، عشان هي لازم تتشاف بالميكروسكوب مش بالعين المجردة. بيقولك طول الخلية بقى النباتية والحيوانية ما بين ما بين واحد اسمه ايه ده، ما بين 1 سنتي، يعني حجمها صغير جدا 2 3 كده. وكمان تتشابه الخلايا الحيوانية والنباتية في النواة وغشاء الخلية والسيتوبلازم. النواة دي اللي هي ايه؟ هي عبارة عن مركز التحكم في الخلية كلها، هي الرئيسة بتاعتهم يعني. اما غشاء الخلية ده هو اللي عبارة عن هو اللي بيدخل الماء واللي بيطلعها، والمسؤول عن المواد الغذائية وتغليفها ويطلعها بره. اما السيتوبلازم هو عبارة عن سائل هلامي بيسبح فيه مكونات الخلية. تمام، دي الثلاث حاجات اللي بتتشابه فيها الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. عندنا بقى اللي بيختلف فيها الجدار الخلوي اول حاجة والبلاستيدات الخضراء. الجدار الخلوي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جدار بيحمي الخلية من اي حاجة مضرة عايزة تدخل. يعني مش كل الخلايا عندها الجدار الخلوي ده، هقول لك كل الخلايا عندها غشاء خلية، ولكن بعضها ما عندهاش جدار. يبقى ايه؟ الجدار ده مش موجود في الخلايا الحيوانية، وبرضو موجود في شوية من الخلايا النباتية وشوية لأ. البلاستيد الخضراء دي بقى هي موجودة في النباتية بس مش موجودة في الحيوانية. بيقولك بقى بعض الخلايا الكبيرة مكتوبة بالعين المجردة، مثل مثلا ايه؟ بيض الطائر اللي هي بتبقى ايه؟ بنشوفها بالعين المجردة مش محتاجة ميكروسكوب. اما البعض الاخر هي بتبقى صغيرة لازم نشوفها ايه؟ بالميكروسكوب، زي ايه؟ مثل خلايا البكتيريا الفيروسات دي احنا بنقدرش نشوفها. يعني مثلا في فيروس، هنقدر نشوف الفيروس؟ لا، احنا هنحس بيه بس مش هنشوف الخلايا بتاعته. اول حاجة بيقول بقى ايه؟ احتياجات الخلية. اول حاجة عشان تحتاجها الخلية هي الطاقة، ده مركز التحكم فيها كلها. الطاقة لازم تحتاجها الخلية. تاني حاجة عندنا الهواء. الهواء ده بقى عبارة عن ايه؟ يعني زي ما احنا بنتنفس النبات برضه عايز تنفس والحيوان. ثالث حاجة الماء اللي بيحتاجها الإنسان والنبات والحيوان. كل الحاجات دي بيحتاجها النبات والإنسان والحيوان. الماء ده بقى لازم تروي الزرع اللي عندك عشان يقدر يتغذى. السؤال هنا بقى، البلاستيدات الخضراء دي موجودة في الخلايا ايه؟ موجودة في الخلايا النباتية، مش موجودة في ايه؟ في الخلايا الحيوانية. فلازم تعرف ان الخلايا النباتية هي اللي بتنتج غذائها بنفسها من عن طريق البناء الضوئي، لكن الحيوانية هي بتشوف اي اكل بتاكله من الفرائس الاخرى. تمام، ده كان بالنسبة للخلية. هنحل شوية اسئلة تمام على الدرس ده عشان نأكد المعلومات. عندنا السؤال الاول بيقول صح وخطأ. تحتوي جميع الخلايا على نواة؟ طبعا غلط. هتقولي ليه غلط بقى؟ لان اقولك الخلايا النباتية والحيوانية والانسانية، خلايا الانسان يعني، عندهم نواة اللي هي مركز تحكم في الخلية مش في الجسم، في فرق. لكن مثلا زي كائنات وحيدة الخلية. يعني ايه كائنات وحيدة الخلية؟ يعني كائنات عندها خلية واحدة،
هتقولي ازاي دي كائنات، يعني في كائنات عندها خلية واحدة؟ هقولك اه. هتقولي طب زي ايه؟ هقولك زي البكتيريا، الفيروسات، دي كائنات وحيدة الخلية، ما عندهاش غير خلية واحدة بس في جسمها كله. فبيقولك بقى السؤال، تحتوي جميع الخلايا على نواة؟ الإجابة طبعا خطأ. جميع الخلايا في الكائنات الحية متطابقة. غلط برضو، لو ترجع للشرح بيقولك جميع الخلايا في الكائنات الحية متطابقة، يعني أنا عندي مثلا خلية العضلات وخلايا القلب، كلهم شكل بعض، كلهم بيعملوا نفس الوظيفة، كلهم بيعملوا نفس الوظيفة بس كلهم مش شكل بعض. برضو الإجابة خطأ. تتكون الكائنات الحية من خلية واحدة أو عدة خلايا؟ طبعا صح، عندنا عدة خلايا زي الإنسان، النبات، الحيوان. الكائنات وهي الخلايا مثل البكتيريا والفيروسات. تحاط مكونات جميع خلية بجدار خلوي وغشاء الخلية. ترجم معايا السؤال كده، بيقولك المكونات كلها فيها جدار خلوي؟ الإجابة لأ. في نباتات عندها جدار ونباتات لأ، لكن النباتات التانية عندها كلها غشاء خلوي، فالإجابة لكن السؤال نفسه غلط. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. أي مما يلي يعد النظام الأصغر في جسم الإنسان؟ الجهاز ولا العضو ولا الخلية ولا النسيج؟ طبعا الخلية، عشان قلنا التعريف، الخلية هي أصغر هي نظام جسم الكائن الحي كله، يعني أصغر وحدة بناء في جسم الكائن الحي. جميع العبارات التالية عن الخلية صحيحة ما عدا، ركز في كلمة ما عدا عشان في كلهم صح ما عدا جملة غلط. تتخلص من الفضلات، فعلا هتتخلص من الفضلات. تسمح بخروج الماء، برضه لا تحتاج إلى ماء ولا تحتاج إلى غذاء. الإجابة لا تحتاج إلى ماء، لأن الخلية تحتاج إلى ماء. بيقولك أي من الخلايا التالية يعد الأصغر حجما؟ خلايا النبات ولا خلايا البكتيريا ولا خلايا الحيوانات ولا بيض الطائر غير المخصبة؟ يقولك يعد الأصغر حجما طبعا خلايا البكتيريا. ينمو جسم الكائن الحي عن طريق زيادة عدد خلاياه مش حجم. عدد الخلايا بتزيد فانت جسمك بيكبر. عندنا اللي هو أكمل باستخدام بنك الكلمات، ده هتحلوه واجب. ولاحظ الشكل الذي أمامك ثم اختر برضو واجب، وأنا هحل معاكم المصطلحات دلوقتي. وحدة بناء الكائن الحي هي الخلية زي ما قلنا. أداة تستخدم لرؤية مكونات الخلية، الميكروسكوب. قبل ما أقفل الفيديو كنت حابب أقول لكم عن، أنا كنت عامل جروب واتس للقناة، اللي حابب يدخل فيه عشان ايه بننزل فيه مواعيد الفيديو، هينزل اي حاجة اي معلومة جديدة وكده. تمام كده ان شاء الله نكون خلصنا. متنساش تدعمنا باللايك والشير واشتراك في القناة، وسلام.